من إصلاحات سعيد باشا القضائية إن هو عمل مجالس الأقاليم. ليه؟ للفصل في الخصومات التجارية والمدنية. الله، طب ما في مجالس عرفية؟ لأ، في بعض المشاكل ما بتتحلش بالمجالس العرفية، فكانوا بيلجأوا لحاجة أعلى، هي كانت مجالس الأقاليم. ودي كانت موجودة في المدن الكبيرة زي الخرطوم. كانوا بيحكموا فيها بإيه؟ بالأعراف والتقاليد برضو؟ لأ، ده شغل المجالس العرفية. في المجالس الأقاليم كانوا بيحكموا وفقا للقانون. من الإصلاحات الاجتماعية اللي عملها سعيد باشا إن هو أقام معسكر للجيش على نهر السوبار. ليه يا ترى؟ قالك علشان أمنع تجارة الرقيق اللي كانت بتتم عن الطريق ده. طيب، هل إحنا محتاجين للجيش في العملية دي؟ طبعا. ليه؟ لأن اللي بيتاجر في الرقيق دول كانوا عصابات، فكانوا طبعا مسلحين عشان يجبروا الناس إن هم يفقدوا حريتهم بالشكل ده ويبقوا عبيد. كان مطلوب للتصدي ليهم طبعا الجيش. من الإصلاحات الاجتماعية التانية خفض الضرايب، وقال بعد تخفيضها كمان هقسطها. وفي الضرايب بتاعة الجنود أمر بإسقاطها، يعني خلاص ما بقاش عليهم ضرايب. طب والأهالي اللي عليهم الضرايب متأخرة قال لهم ولا يهمكم، إحنا أهل ببعضينا، هعفيكم منها. أما بالنسبة لإصلاحاته في البريد والنقل، فهو وجد إن في حالة بطء في العملية دي، فقال عشان نسرعها هنشأ محطات للدواب اللي كانت بتقوم بالنقل، ودي هعملها على مسافات محددة ما بين مصر والسودان، بيتم فيها تبديل الدواب لضمان سرعة الخدمة. بعد ما فهمنا يلا بينا نثبت المعلومة. سعيد باشا من إصلاحاتي القضائية عملت مجالس أقاليم للفصل في الخصومات التجارية والمدنية في مدن مثل الخرطوم، والحكم فيها وفقا طبعا للقانون. من إصلاحاتي الاجتماعية أقمت معسكر للجيش على نهر السوبات لمنع تجارة الراقي. إلا إنسانية دي، ما هي مصلحة الناس عندي دي أغلى شيء. وتخفيض الضرايب وإمكانية تقسيطها، وأسقطت الضرايب عن الجنود والأهالي أعفتها من الضرايب المتأخرة وقلت لهم دي في بيتها. أما إصلاحاتي في البريد والنقل، أنشأت محطة دواب لدواب النقل على مسافات محددة بين مصر والسودان لتسريع عملية النقل.